رسميا الاهلي بطل للسوبر المصري على حساب نادي بيراميدز سوبر معلول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انا محمود محسوب ودي قناتي على اليوتيوب، شرفني بالاشتراك في القناه واضغط زر اللايك ونخش في الموضوع على طول. من قبل الماتش ده، من ساعه ما اعلن ان الزمالك انسحب رسميا من السوبر وانا خايف من بيراميدز، لان لما تيجي وانت اصلا ما كنتش في الحسبان فانا كنادي لازم اخاف منك، مش عشان بيراميدز احسن من الاهلي ولا اي حاجه، لا، لان بيراميدز دخل الماتش وهو مش باكي على اي حاجه، مش فارق معاه اي حاجه، مش فارق معاه كسب خسر، هو ما كانش في الحسبان اصلا وما كانش مرتب للماتش، بالعكس الضغوط اتحولت ناحيه الاهلي اكتر من بيراميدز. هو الراجل تاني الدوري وما كانش في البطوله، الزمالك انسحب دخل البطوله، ممكن يبقى تحضيره وهو نفسيا داخل الماتش ده اهدى مني، وانا نفسيا بقيت مضغوط اكتر. انا الاهلي والزمالك بطوله لوحدها بغض النظر عن السوبر، الاهلي وبيراميدز بطوله لوحدها بغض النظر عن السوبر، فلما تشيل الزمالك وتجيب نادي بيراميدز، نادي بيراميدز مش سهل، والفريق اللي يجي في الظروف دي انت كنادي لازم تخاف منه. ولكن الاهلي يعاقب بيراميدز للمره الثانيه على التوالي في خلال 15 يوم ويحرمه من اول تتويج باول بطوله على حساب النادي الاهلي. اما بقى اللغط اللي حصل قبل ماتش السوبر ده كان كفيل يخليك تحقيق او يحسسك ان البطوله دي هتبوظ او مش هتمشي بالشكل المطلوب او مش هتمشي كويس، مش هتتنظم كويس. لكن قلنا زي ما قلنا، وان وجود بيراميدز ذات نفسه كده كده الفوز على بيراميدز هو بطوله خاصه زيه زي الزمالك، بغض النظر عن ان الماتش ذات نفسه ده ببطوله. اما لعيبه الاهلي فدول لا خوف عليهم لانهم يتسمون بشخصيه البطل. تشوف اللعيبه في ارض الملعب وهي بتلعب يحسسوك ان دي اول بطوله يشاركوا فيها ولازم يكسبوها، لو مش كسبوها ممكن اللعيبه دي كلها تتسرع. كميه حماس، كميه جرينتا عند اللعيبه. ولما تيجي تتكلم بقى عن اللعيبه لازم تتكلم عن فرق الخبرات. واحد زي علي معلول بيلعب في ارض الملعب، لعيب تقيل، لعيب يعني انا ما اعرفش الاهلي ازاي مش مدي الواحد زي علي معلول ده شرط الكابتن. محمد الشناوي خبرات في ارض الملعب، الخبرات دي تقيله جدا 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 في ارض الملعب. اللعيبه دي اتمرمطت من كاس عالم لدوري ابطال لمش عارف ايه لسوبر مصر، اللعيبه دي شافت اللي ما حدش شافه. فلما تيجي تتكلم عن الخبرات كلها في صالح النادي الاهلي. لما تنزل في ارض الملعب النهارده وتشوف واحد زي علي معلول النهارده وهو بيلعب بكميه الحماس والجرينتا ده، على الرغم من ان علي معلول مع الاهلي يعتبر شبع بطولات مع الاهلي، وصرح بعد الماتش وقال ان شخصيه الاهلي قادره ان هي تعدي اي دروب ممكن يحصل في الفريق، زي الخروج من دور المجموعات اللي كان هيحصل للاهلي في دوري ابطال افريقيا. علي معلول النهارده يعني ليدر حقيقي في ارض الملعب. لما تشوف النهارده وهو بيسجل الجون واحتفاله مع لعيبه الاهلي وجمهور الاهلي، وتشوف النهارده لما الشناوي لمحمد عبد المنعم واقع وطلع الكره بره، انا ما اعرفش الشناوي طلعها بره من بعيد ليه؟ طب ما تطلعها من جنبك، من الاوت من جنبك. المهم هو طلعها بره، جه محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز وخد الكوره وخلاص عايز يعمل الهجمه على الاهلي، على الرغم ان محمد عبد المنعم واقع، وواضح جدا ان الشناوي بيطلع الكوره بره. وتشوف علي معلول وهو رايح يتخانق معاه. انا بحب الحته دي، بحب انك انت توجه الحماس الزايد اللي عندك مش لشخص، توجهه للنادي، انت بتخاف على النادي. واضح جدا ان علي معلول النهارده كان عنده جرينتا مش موجوده، يعني الجرينتا دي ممكن تبقى عند 2 3 في لعيبه الاهلي. لو الحماس ده موجود عند اغلب لعيبه النادي الاهلي زي مروان عطيه وزي محمد الشناوي النهارده، لا، اللعيبه دي هي دي فرق الخبرات اللي في ارض الملعب. فشابوه لعلي معلول بصراحه النهارده. ولما نيجي نتكلم بقى على واحد زي الشناوي النهارده، هو يعني بطل الابطال، احسن لاعب النهارده في الملعب، وهو السبب الحقيقي بعد ربنا سبحانه وتعالى في التتويج بالسوبر المصري. يعني زي ما كنا بنعيب على الشناوي او كنا بننتقد الشناوي وهو الكره بتقع منه، وهو الكره اللي في الهلال السوداني دخلت فيه وهو ما كانش شايف، ملناش دعوه بالكلام ده. زي ما هننتقد زي ما هنشيد، النهارده شابوه الشناوي على الاداء العالي النهارده، وهي دي شخصيه اللاعب الحقيقي القائد في قلب الملعب. الشناوي طبعا هو كابتن النادي الاهلي، برافو 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 الشناوي النهارده، وبرافو علي معلول، وبرافو محمود متولي، وبرافو محمد عبد المنعم، وبرافو مروان عطيه، وبرافو برافو 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 لمارسيل كولر. لما نعمل فلاش باك من 6 شهور نلاقي ان الاهلي توج بطلا للسوبر المصري على حساب نادي الزمالك. بعدها الاهلي انطلق في الدوري المصري وعمل اداء ممتاز، واقصى حاجه حصلت للاهلي هي التعادل مع النادي المصري، وبعدها كان هيخرج من دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات. لكن الاهلي رجع لمستواه تاني ورجع لشخصيه النادي الاهلي تاني وقدر يصعد، وهيلاعب الترجي التونسي بعد اقل من اسبوع على الدور قبل النهائي. وبعدها الاهلي كسب كاس مصر على حساب بيراميدز، والنهارده السوبر الثاني على حساب نادي بيراميدز. وهو دي شخصيه الاهلي اللي ما بتشبعش بطولات. على الصعيد الاخر، بيراميدز من 15 يوم بس خسر كاس مصر على ايد النادي الاهلي، 5 ايام بس ودع الكونفدراليه، وخروج كان صعب ومهين شويه لبيراميدز. والنهارده خساره السوبر المصري على ايد الاهلي. وده ليه؟ طبعا لان كلنا عارفين ان نادي بيراميدز انشئ
كيد في النادي الاهلي فقط لا غير، فما بني على باطل فهو باطل. ولكن الحسنه الوحيده اللي موجوده في نادي بيراميدز هي تمويل اللعيبه اللي بتروح بفلوس، يعني بسم الله ما شاء الله زي الرز. يمكن ده اللي كان مخلي الشحن زايد النهارده بين اللعيبه بتاعت الاهلي ولعيبه بيراميدز في الشوط الثاني. لكن كمجمل الماتش طلع حلو. تعالى بقى نتكلم كلمتين كوره النهارده في الماتش. محمد شريف، لازم تعرف الفرق بين المهاجم وبين تأدية الدور الهجومي. يعني انت يا محمد يا شريف لعبت النهارده 60 دقيقة، مفيش جملة توحد الله انت عملتها، او شوطة حتى على الجون، او حتى يعني المهاجم اللي ما بيعرفش ياخد الكورة او يستغل الكورة ممكن يسحب معاه لعيب علشان يفضي مساحة للي جاي من العمق، يقدر يخليه يخش مرتاح، يقدر يخليه هو يخش يخلص الكورة. ما هو ده وظيفتك الهجومية، مش شرط انك انت تجيب جون، ممكن تسحب معاك لعيب قلب مدافع فتفتح للي جاي يخلص الكوره. انما النهارده لازم تحط قدامك واحد زي كهربا اللي اصلا مركزه مش مهاجم، مركزه وينج. لازم تشوف كهربا لما نزل الماتش ازاي اتقلب. لازم تتعلم من المهاجمين ازاي تقدر تخلص ماتش، ازاي تقدر تلعب كويس علشان لو عايز تكمل في الاهلي. اما بالنسبه لكولر النهارده، فكولر اكد لجمهور الاهلي انه بدا يتعلم الكلاحه في الكوره كويس. النهارده كولر كان سوبر كلح، قدر ياخد اللي هو عايزه من الماتش بعد ضربه الجزاء، وبعدها شغل اوبشن الكلاحه. طبعا دي مش اول مره كولر يقدر يدافع بالكلاحه المطلوبه دي، لان زي ما شفنا قبل كده عمل الكلام ده كله وطبقه بسم الله ما شاء الله زي ما الكتاب ما بيقول في كتاب الكلاحه في ماتش الرجاء المغربي. كولر بدا يحط ايده كويس على فريق النادي الاهلي، لان هو بدا دلوقتي يثبت واحد زي محمد عبد المنعم ويثبت جنبه محمود متولي. محمود متولي لو مصاب بيلعب بياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم ومحمود متولي لو مش في الفورمه او مصابين بينزل جنبه رامي ربيعه. فدي كولر بدا يحط ايده عليها كويس. عندك في اليمين محمد هاني والبديل بتاعه خالد عبد الفتاح لحد ما اكرم توفيق يرجع. عندك في الشمال علي معلول، وما فيش بديل حتى لو هيلعب مكانه محمد فخري. لكن تعالى بقى للحته اللي مكيفاني انا شخصيا، وهي خط النص. خط النص النهارده بدا يحط مروان عطيه ثابت وجنبه حمدي فتحي. ايا كان دور حمدي فتحي هيلعب على الدايره جنب مروان عطيه، او هيحط ديانج معاهم الثالث ويرجع حمدي فتحي ورا، يبقى ساقط قدام الدفاع علشان يقدر يريح الدفاع. ودي حاجه بتبسطني انا شخصيا. اما بقى بالنسبه للتنوع بتاع اللعيبه اللي قاعد على الدكه مع مارسيل كولر، فدي حاجه مهمه جدا جدا، والاهلي كان بيعاني منها من سنين فاتت. النقطه دي بتساعد كولر ان هو يقدر يخرج من اي دروب ممكن يحصل في الفريق من اصابات او ايقاف او اي حاجه تانية. مبروك للاهلي وجمهوره الفوز بالسوبر المصري على حساب نادي بيراميدز، وهارد لك لنادي بيراميدز اللي بقى بصراحه منافس شرس جدا جدا جدا. الاهلي ما بيشبعش بطولات، وبيقدر يجدد طموحه بين فتره وبين التانيه في اي بطوله. والدليل على كده ان جمهور الاهلي ما بيرضاش غير بالمكسب بس، ما عندوش حاجه اسمها تعادل، ما عندوش حاجه اسمها خساره. صفحه النهارده بالنسبه للاهلي اتقفلت، ومن بكره الاهلي بيستعد للترجي التونسي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا. كل الشكر لتنظيم البطوله وجوده الصوره المريحه للعين واستقبال الجمهور بالشكل المنظم ده. شكرا دوله الامارات، ومبروك للاهلي بطوله جديده انضمت لدولابه، وان شاء الله ما تبقاش بطوله اخيره. بس كده كان معاكم محمود محسوب، ودي قناتي على اليوتيوب. ولو عجبتك الحلقه اعمل لايك واشترك في القناه وخلي الكوره ليك. سوبر سلام.